بيت ملعون بتحصل فيه 3 جرايم قتل لحرامية. الحرامية دول دخلوا يدوروا في البيت ده على كنز معروف عنه أساطير كتير قوي في القرية دي. الكنز ده يخص واحد اسمه المتولي. لكن مين هو المتولي ده؟ وليه البيت ده ملعون؟ وايه اللي حصل في البيت ده؟ وليه الناس دي اتقتلوا بطريقة لا يمكن بشري ينفذها، وعلى وشهم نظرة رعب غريبة أوي؟ المتولي دوت كان بيشتغل في تجارة الآثار، أو في الناس اللي بتحفر المقابر الفرعونية وتطلع اللي فيها. المهم إن المتولي دوت في يوم من أثناء حفر أحد المقابر الفرعونية لقى بردية، والبردية دي كان شكلها مميز لدرجة إن المتولي خد البردية دي وخلعها. ومن حظ أو سوء حظ المتولي إن هو عرف يفك البردية ديت ويعرف إيه اللي فيها، وطلع إن هو طقوس بتتعمل عشان نعمل عهد ما بين البشر وبين أقوى قبيلة في الجن. لكن المتولي مسكتش، هو قرر يعمل الطقوس ديت، وفعلا المتولي ابتدى ينفذ وبقى أقوى واحد في البلد، ومحدش يقدر يقف قدامه. جابوا دجالين وجابوا ناس محدش عارف يقف قدامه. ما المتولي انتهى، مش المفروض ان هو ينتهي خلاص؟ البيت ده لسه ملعون ليه؟ ومين اللي قتل الناس دي؟ وليه على وشهم نظرة الرعب دي؟ هما شافوا ايه؟